بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وبخير بمناسبة عيد الأضحى. شايفين يا جماعة دي أسرع بيتزا في التاريخ، سريعة جدا جدا جدا. عملناها بطريقتين، واحدة منهم اللي انتوا شايفينها دلوقتي، لكن التانية كلوها. هنوريها لكم ان شاء الله في تكملة الفيديو في طريقة العمل، لكن هي اول ما طلعت كلوها على طول. ده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. بصوا الطبقات، 3 طبقات. ده العيش اللي هو التوست الابيض، عملنا منه 3 طبقات فوق بعض بيتزا. شايفين حطيناها فين؟ حطيناها في الاير فراير على 5 دقايق وطلعت دي. لو حطيناها بقى لحد من ولادنا بالمنظر الجميل ده هياكلها وهو مبسوط جدا جدا جدا. جميلة جدا جدا، يا ريت تجربوها وتقولي رأيكم. هتشوفوا البيتزا التانية، العيش التاني في طريقة التحضير. يا ريت اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا بينا يا حبايبي نشوف طريقة العمل والمقادير. يلا سمي بسم الله. اهلا بكم. تعالوا بينا نشوف اسرع بيتزا هنعملها ازاي. زي ما انتم شايفين جبنا العيش ده، اشتريناه من السوبر ماركت اهو. نعمل ايه بقى؟ جهزنا الجبنه الموتزاريلا على حته جبنه رومي، جهزنا الصلصه بتاعت البيتزا، جهزنا كمان قطع زيتون، جهزنا سجق او اللي هو السوسيس. هنعمل ايه؟ هنعملها 3 طبقات. ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده. هنجيب اول طبقة كده اهي، ونروح حاطين عليها معلقة من الصوص اللي احنا عاملينه اهو. سهلة جدا جدا. وبعد كده هنحط عليها شوية موتزاريلا. دي اول طبقة عندنا، يعني بتعتبر ايه، يعني ممكن كل واحد هياخد بيتزاي اهي. هنحط كام شريحة كده من الزيتون وهنحط كام واحدة كده من السجق اهو. تمام. كمان هنجيب واحد تاني من العيش بتاعنا اهو، نحطه كده ونضغط. تمام. هنروح حاطين برضو من الصوص بتاعنا عليه. طريقة سهلة جدا. دي بقى اللي هم ايه، الناس المستعجلين بقى اللي وراهم حاجات بقى ومش هنعجن وكده، فبنحاول ان احنا نعمل حاجة سريعة اهو. تمام. وبرضو نحط حتتين زيتون وكام واحدة من ده اهو. هنجيب الطبقة بقى الأخيرة بقى ايه اهي، نجيب الطبقة الأخيرة، نرش برضو على نفس الأول، برضو نحط عليها الصوص. خليكم معايا. هو ده شكلها بعد ما خلصنا الطبقة الأخيرة. هنحطها بقى فين؟ هنحطها في الاير فراير اللي كنا مسخنينه قبلها بشوية. نحطها 10 دقايق.
الاير فراير على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق وهبقى اقولها لكم. تعالوا بينا نعمل شكل تاني. ادي العيش التوست العادي بتاعنا، هنحط عليه كده تمام، وهنحط عليه شوية موتزاريلا كده تمام اهو، وهنحط عليه واحدة تانية من دي اهو اهي، ونروح حاطين عليه تاني. ده شكل تاني يعني ايه سريع كده بسرعة بسرعة. هنشوف شكله النهائي هيبقى ايه. نحط عليه برضو شوية جبنة زي ما انتوا شايفين كده، وهنجيب الجزء التالت ونضغط بقى عشان يمسكوا بعض. الجزء التالت اهو برضو نفس الحكاية اهو، حطينا عليه برضو، ونحط عليه شوية جبنة موتزاريلا. ده بقى ممكن نحط عليه زيتون، قطعة زيتون كده، ده اخر بقى وجه اللي فوق، نحط عليه بقى قطعة زيتون وقطعة سجق ولا سوسيس بقول سجق، هو سوسيس اهو كده. برضو هندخلها في الاير فراير نفس الحكاية. هوريها لحضراتكم. شايفين شكلها دي عاملة ازاي، جميلة ازاي، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا. وهنحط برضو تانية في الاير فراير ونشوفها. دي الأولانية اهي، شايفين جميلة ازاي. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، يا ريت نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا والسلام عليكم.